Hello dear parents. السلام عليكم. أنا مس تقوى محمد السيد عبد الرحمن الأكاديميك كوردينيتور هنا في الروضة بتاعت Permanent Sunrise Kindergarten. أهلا بك يا مس تقوى. أول حاجة لو سألتك باختصار شنو اللي بيخلي روضة Permanent Sunrise مختلفة عن أي روضة تانية؟ أوكي، أول حاجة إحنا عندنا هنا الكندرجاردن مقارنة بالرياضة الموجودة هنا في مصر في جمهورية مصر العربية كلها، المساحات بتاعتنا كبيرة جدا، بتدي فرصة للطفل إنه يلعب ويمارس كل الأنشطة الحركية اللي ممكن شوية طبيعة البلد هنا بتخليهم ما قادرين إنهم يعني يمارسوها، الشقق الضيقة وكده. فإحنا عندنا مساحات واسعة جدا للعب، عندنا ألعاب بتاعت ساحة outdoor toys وجيمز رهيبة جدا. فدي فرصة أعتقد ما معظم المدارس السودانية والرياضة السودانية فيها. إضافة لكده كمان عندنا الفصول بتاعتنا كبيرة جدا والمساحات فيها مريحة، حتى العدد بتاع الطلاب في كل كلاس ما قاعد يفوت ال20 عشان نركز على individual differences، بحيث إنه يكون في مراقبة لصيقة جدا للطلاب. أي واحد الحاجة اللي هو محتاجة، لو محتاج مساعدة بيكون عندنا assistant، بيكون عندنا teacher، بحيث إنه يكونوا معاهم في أي لحظة يساعدوهم ويراقبوا الفروقات الفردية ما بينهم، ويكونوا حريصين جدا على إنهم متابعين ومركزين وفاهمين الحاجة اللي بتتقدم لهم. ورينا كيف شكل رحلة الطفل من يوم يدخل الروضة لحد الرحلة دي تخلص. أوكي تمام. المعروف إنه مرحلة الروضة دي يعني من أصعب المراحل، لأنها بتكون أول مرة الطفل ينفصل عن أمه وينفصل عن أهله والبيئة اللي هو بيعرفها، ويكون في بيئة هو لوحده فيها موجود، يحاول يعبر عن نفسه، يتعلم إنه يحكي هو عايز شنو من غير ما ماما تكون في الوسط وسيط، يكون عارف تماماً يعبر عن نفسه، عن رغباته، عن حوجاته، عن لو في حاجة بتوجعه، بيعرف يكون صداقات بطريقته هو. فدي فرصة حقيقية لإنه يبني شخصيته ويتعلم لحد ما يوصل مرحلة المدرسة إن شاء الله، بيطلع من هنا من الروضة وهو فاهم تماماً كيف يعبر عن نفسه وعن حاجاته، كيف يعرف منو اللي بيناسبه في الشخصية، منو اللي بيقاربه في الشخصية، بحيث إنه يقدر يكون صداقات لقدام. طيب بالنسبة للمناهج انتم معتمدين على شنو بالضبط؟ وكيف بتخلطوا بين الجانب الأكاديمي والأنشطة العملية والتربوية؟ أوكي تمام. إحنا هنا شغالين بالمنهج بتاع جلوبال في الناحية بتاعت الإنجليش، وشغالين بستارتر في الساينس، وشغالين بالجوليفونكس. كل هالمناهج دي غنية جدا عن التعريف، ومعروف جدا إنها يعني اتحكمت ودرست فعاليتها قبل كده، فغنية جدا عن التعريف، عن إنه مثلا يعني الناس واثقة فيها تماما يعني. فالطفل هنا بيبدأ بأول حاجة بيكون خالطين الدراسة الأكاديمية بالدراسة العملية يعني، بحيث إنه هو إحنا وندرسه بيكون عندنا نشاطات عملية، بيكون في جيمز كده بتتعمل في النص، لأنه معروف إنه الطفل بعد 15 دقيقة يمكن يفقد تركيزه معاك، فأنت لازم يكون عندك أكثر من طريقة عشان تجذب انتباهه. كمان معروف إنه الأطفال ما كلهم بيتعلموا بنفس الطريقة، يعني في منهم السمعي وفي منهم البصري وفي منهم الحركي، فإحنا بنحاول ندمج كل الطرق دي عشان أي واحد أيا كان طريقته في الاستيعاب وفي التعلم يلاقي نفسه. طيب حلو، الأطفال كل واحد عنده موهبة خاصة، انتوا كيف بتساعدهم يكتشفوا قدراتهم واهتماماتهم؟ أوكي، إحنا عندنا بالإضافة للبرامج الأكاديمية عندنا برامج تانية ثقافية بتتعمل بشكل دوري بمواضيع عندها علاقة بالحياة اليومية والحاجات اللي هم بيواجهوها، وثرو اوت السنة إحنا بنكون بنتابع الأولاد ديل، أي واحد عنده موهبة بتظهر في حاجة معينة بنحاول إننا نركز معاه فيها. عندنا مختصين في المجال ده، وبنهاية السنة عندنا الجراديويشن ده اللي بيكون فيه زي تتويج كده لكل المهارات ولكل المواهب دي اللي تم صقلها على مدار السنة، على أساس إنه في الجراديويشن ده هم يقدموا مواهبهم دي للناس وللبيرنتس ولأهلهم، يكونوا قادرين يعبروا عن نفسهم in public قدام ناس كتار جدا، قادرين يجيبوا اللي بيقدر يمثل واللي بيعرف يقول شعر، ولا أيا كانت مهارته، اللي بيعرف يرسم،
كله بنعرضه في ال graduation day. طيب أولياء الأمور دورهم كبير جدا، انتوا كيف بتشركوهم معاكم في متابعة أولادهم داخل الروضة؟ أوكي، طبعا البرامج اللي حكيت لك عنها من شوية دي، البرامج الثقافية دي هي بتكون ما بس عندها علاقة بالأطفال، في حاجات لازم يكون فيها أولياء الأمور بيشاركونا مشاركات فعالة جدا، عشان إحنا بنحتاج إنه هم يكونوا عارفين إحنا بنعمل شنو البرامج اللي بنديها لأطفالهم ديت، فهم بيكونوا مشاركين في معظم البرامج ديت بوجودهم الفعلي أو بالتحضير والتجهيز المسبق، فهم بيكونوا معانا فيها. الانتقال من الروضة للابتدائي دايما حساس، كيف بتجهزوا الأطفال نفسيا وأكاديميا عشان النقلة تكون سلسة؟ أوكي، الحقيقة إنه الكيندرغاردن كلها على بعضها هي مرحلة تجهيزية، الموضوع كله preparation، عشان كده بنفضل إنه الآباء يجيبوا الأطفال من أول مرة يجيبوهم في الروضة، عشان ما ممكن أنت تجيب الطفل من البيت مباشرة على المدرسة. كل المرحلة بتاعت الكيندرغاردن دي عبارة عن تجهيز، يعني من أول ما يجونا في KGS إحنا عندنا activities عندها علاقة بالتريسينج، بنعود اليد على إنها تمسك القلم، كيف تمسك القلم، كيف يكتب في خط مستقيم، كيف يعمل coordination ما بين الحركة بتاعت عينه وحركة يده وهو بينسق ما بين إنه يعمل نشاط معين. دي بنبدأ نعملها بأنشطة بسيطة جدا وكثيرة جدا وجميلة جدا محببة للأطفال عشان يقدروا يتابعوا معنا. فبنبدأ من أول كيف يمسك القلم، كيف يكتب في خط مستقيم، كيف يكون منضبط ويقعد في الكلاس لمدة مثلا 10 دقائق ربع ساعة كاملة من غير ما يتشتت، من غير ما يكون حاسس إنه هو لا أنا عايز أمشي أعمل الحاجة الفلانية وأجي. روح الانضباط اللي هو ممكن ما يكون موجود في البيت، ده اللي بيفرق في المدرسة، إنه إحنا فعليا هنا الموضوع جادي. أنت مفروض لما نيجي الكلاس حنقعد، لما نطلب حاجة هنطلبها بإذن، الحاجات ما بيكون عشوائية. ده كله عبارة عن تهيئة أو تجهيز لحد ما نوصل لكي جي 2 اللي هي دولة يعني الناس الكبار بتاعنا اللي هم المفروض يكونوا خلاص يتهيئوا تماما منضبطين، قادرين يقعدوا في الكلاس، قادرين ينقلوا من البورد، قادرين يقروا، قادرين يكتبوا، وكده بيكونوا هم مهيئين تماما للمدرسة. من واقع خبرتك شنو أكبر التحديات اللي بتواجه إدارة الروضة؟ أوكي، أكبر التحديات اللي بتواجه إدارة الروضة اللي هو السلاح فعليا ذو حدين، يعني لو مشى زي ما مفروض يكون فهو حقيقي بيكون نقطة قوة كبيرة جدا، وممكن لا يكون تحدي كبير، اللي هم أولياء الأمور ومدى تعاونهم مع إدارة الروضة في تحقيق الرؤية النهائية اللي كلنا عايزينها. في النهاية الناس هدفها واحد، فأولياء الأمور لما يكونوا engaged في العملية التربوية بالطريقة المطلوبة بيكونوا فعلا مصدر قوة، ونحن وهم بنعمل على نفس الهدف، هدفنا واحد. لكن ساعات يعني هم الثقة اللي أدونا ليها ديت بيكون فيها شوية قلق، فبيكونوا في كل مرة بيكون عندهم رأي إنه ليه عملتوا كده وليه ما عملتوا كده، ليه ده عملتوه بالطريقة دي وليه ده ما عملتوه بالطريقة دي. فحقيقة دي بيكون من أكبر التحديات، إنه أولياء الأمور ما يكون عندهم الثقة الكفاية في الروضة إنها تحقق لهم الرؤية النهائية اللي هم عايزينها. كمان بالإضافة لكده عندنا التحديات بتاعة السلوك المشكل بتاع الأطفال، يعني ساعات في سلوك بيكون بيظهر من طفل ممكن يكون إشارة خطيرة جدا لحاجة هو بيعملها أو حاجة جاي بها من البيت. الحاجة الجميلة إنه إحنا هنا عندنا أخصائية نفسية موجودة على مدار اليوم، يعني إحنا بنكون على طول يعني نقول لها أي زول يجيكي، أي طفل بنلاحظ عليه أي سلوك بنرسله لها طوالي، عندنا استبيانات بتتعمل. الموضوع ما بيكون بس حض الطفل وخلاص، لا إحنا حتى بنرجع للأسرة ذاتها، تكوينها، الشكل الحياة فيها عامل كيف، هي أسرة ممتدة ولا هي أسرة صغيرة، ده كله بيأثر على شخصية الطفل في النهاية. فإحنا التحدي ده واجهناه بإننا جبنا الأخصائية النفسية دي وبقت موجودة معانا على طول، من أصغر تصرف بيتصرف الطفل بيكون غلط لحد أكبر حاجة بتستدعي إن الناس تقف عندها هي بتكون موجودة وبتحلها، وما بس للطفل كمان لأولياء الأمور، لأنه ساعات بنحتاج نستدعيهم هم كمان عشان يكونوا متابعين معانا سير الموضوع ده. طيب أخيراً لو سألناك عن رؤيتك لمستقبل Permanent Sunrise في السنين الجاية،
بتتمنوا تحققوا شنو للأطفال والتعليم عموما كده؟ تمام. واحدة من الحاجات والرسائل اللي أنا متمنية تماما إنها توصل لأولياء الأمور، إنه في السن ده أول 5 سنوات ديت التعليم الأكاديمي ما هو أهم حاجة. حاجة خطيرة تتقال لكن ما أهم حاجة، عشان إحنا محتاجين مع التعليم الأكاديمي نوصل للحتة بتاعت بناء الشخصية، السوفت سكيلز بتاعت إنه الثقة بالنفس، المقدرة على حل المشاكل، مواجهة التحديات في عالم بقى مختلف تماماً، في عالم ما ثابت وكل يوم بحال. كونه الشخصية تكون قوية وعندها ريزيلينس، قادرة إنها تقاوم التغيرات، قادرة إنها تكوب وذا الحاجات اللي بتحصل دي، بتكون أهم حاجة ممكن تتعمل وتتزرع في طفل، لأنه ال5 سنوات الأولى دي أهم سنوات في عمر الطفل. فلو من الوقت ده اتزرعت فيه الحاجات دي والقيم دي، أي حتة يمشيها ما بتفرق، أي حاجة هيعملها ما هتفرق، عشان هو أصلا مؤسس كويس ومزروعة فيه القيم الأساسية اللي بتخليه محل ما يمشي هو قادر يواكب، هو قادر يعيش، هو قادر يتأقلم. طيب شكرا لك يا مس الله تقوى. يسلمك، شكرا.